عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يهاجم جمهور الزمالك. حقيقة يا جماعة أنا بشوف بجاحة من مجلس إدارة الزمالك الحالي لا توصف بصراحة. بيبقوا عاملين إخفاقات كبيرة وما بيدافعوش عن النادي وبيعملوا مصايب سودة، ماشي، وفي الآخر ليهم عين يتكلموا على الجمهور اللي مستحمل قرفهم بجد. يعني رامي نصوحي ده المفروض انه عضو مجلس اداره نادي الزمالك. حقيقه انا معرفش ايه انجازاته عشان يبقى عضو، بس تمام، هنقول ان هو مش مهم دلوقتي، مش مهم نتكلم عن انجازاته، هنتكلم عن افعاله. ممكن اعرف انت دورك ايه في مجلس اداره نادي الزمالك؟ ولا اي حاجه، صح؟ طيب ازاي انت بقى انت ماشي تهاجم جمهور الزمالك؟ حبيبي انت نكره، يعني استحاله تقدر تتكلم اصلا على جمهور الزمالك. تمام. البي منزل بوست على تويتر بيهاجم فيه جمهور الزمالك وبيقول لك الجمهور اللي اتعود انه يشتم رئيس النادي ورئيس النادي يشتمه ويرفع له الجزمه، ولما الموضوع يتطور يحبس جزء من الجمهور، هيبقى متعود على ان دي الحريه. تمام. حقيقي انا مش فاهمه البجاحه دي جايبها منين. تمام. احنا لما بنشتم او نهاجم يبقى عندنا بدل السبب 100 وانتوا بالذات ما تتكلموش. يعني انتوا لو اتهاجمتوا من هنا لبكره ما تتكلموش، لان حقيقي انا مش فاهمه انجازاتكم ايه لحد دلوقتي. مفيش ملف مجلس اداره نادي الزمالك مسكه الا واخفق فيه اخفاق غير طبيعي. تمام. ولما انتوا ما بتحبوش حد يهاجمكم كده او يهاجم الزمالك، تمام، محدش قالك ان انتوا لسه منزلين بيان تهنئة لسيف زاهر ودياب عشان المنصب اللي هما مسكوه؟ انت متخيل الكارثة؟ مش دياب ده حبيبي اللي كان بيجامل الاهلي؟ محدش قالكوا؟ خرابي بجد يا جماعة. يعني عندهم يعني قصر نظر. سيف زاهر الاعلامي الغير محايد اللي دايما بيقف ضد الزمالك وبيقف مع الاهلي، نزلت له تهنئه. ممكن اعرف انتوا منزلين تهنئه ليه؟ لما انتوا يعني عندكم كرامه قوي كده؟ حقيقه الواحد مش عارف. بس انا مش منتظره منكم حاجه، بس لما حبيبي اي حد فيكم يتكلم على جمهور الزمالك، ماشي، يا يتكلم بكل احترام يا ما يتكلمش اصلا، لان لولا جمهور الزمالك ما كانش حد فيكم مسك منصب زي ده، ماشي، وما كانش حد سمع عنكم اساسا. يعني اكيد ما كانش هيبقى فيه اي حد من جمهور نادي الزمالك هيبقى عارف اسم رامي نصوحي، صح؟ لان انا لحد دلوقتي انا عارفه ان انت في مجلس الاداره، بس ما اعرفش انت مين، انت كشخص مين. لولا ان اسمك ارتبط بنادي الزمالك اتعرفت، صح، وبقيت تطلع في البرامج ومداخلات تليفونيه، صح؟ قبل كده كان حد يعرفك؟ ما كانش حد يعرفك. البي بعد ما نزل البوست ده ولقى هجوم غير طبيعي من جمهور نادي الزمالك، وحقهم طبعا، منزل يقول لك يا جماعه انا عمري ما اقدر اهاجم او اسب جمهور الزمالك. امال اللي انت كنت بتعمله ده كان ايه؟ معلش حد يفهمني اللي حضرتك قلته ده كان ايه؟ لما انا اعرف ان الراجل ماشي مربوط بلسانه، يعني لما يقول كلمه يبقى قدها، طالما مش قدها ما يقولهاش. اظن سهله ولا لا؟ تمام. فيا ريت تخلي عندكم دم، ماشي، لان احنا في حاله اصلا في النادي يرثى لها، ماشي، فاحنا نهاجم براحتنا ونشتم براحتنا، ماشي، لان انتوا تستحقوا الشتيمه. حبيبي والله انا لو لا بس اي انجاز، والله لو انجاز قد كده هطلع اتكلم، بس ممكن تقولي ايه انجازات حضرتك؟ مفيش. تمام. فيعني بلاش تدخل السكه دي مع جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك بيعدي كتير بمزاجه، بس لما بيقفل
بيقفل بجد. فبلاش تيجي القفله دي دلوقتي، احنا داخلين على بطوله مهمه، بلاش، مصلحتك انت يعني.